تداولت العديد من القنوات الأمريكية مؤخرا كلمة هبوب للدلالة على العاصفة الترابية التي اجتاحت ولاية أريزونا، فتحولت الكلمة اسما رسميا اعتمدته محطات الرصد الأمريكية. This is a haboob, not a made-up word, an official weather term. That's the haboob. It's a haboob. A haboob. Yeah, that's haboob. 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 مصطلح عربي شاع استخدامه فاعتمده الإعلام الأمريكي رسميا اسما للعاصفة الرملية. Let's just say it because it's the official title, haboob. كلمة هبوب أو الريح المثيرة للغبار لاقت رواجا كبيرا بين خبراء الطقس، وباتت المصطلح الأكثر انتشارا على قنوات الإعلام الأمريكية هذه الأيام، واعتمدتها محطات الرصد الأمريكية رسميا للدلالة على العاصفة الترابية الضخمة التي ضربت مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية مؤخرا، لتشابه هذه العاصفة مع العواصف الرملية التي تجتاح باستمرار المنطقة العربية. الاستخدام المتداول وغير المسبوق لمصطلح هبوب بين مذيعي الأحوال الجوية في عديد من القنوات الأمريكية أثار الكثير من علامات الاستفهام حول معنى هذا المصطلح العربي غير المألوف لمسمع المشاهد الأمريكي. What is a haboob? Haboob is the word of the day. وبشيوع استخدامها مناخيا ذهب البعض إلى اعتماد هبوب كلمة الموسم باعتبارها المصطلح الغريب الأكثر رواجا في الإعلام الأمريكي هذه الأيام. There's another definition for a haboob. It says it's a word you can address any form of action, activity, or person or car. So I guess you can use it like as an adjective, like wow, Stephanie, that sure is a really haboob car you have. Power to thousands of people. في المقابل ذهب البعض الآخر إلى اعتبار هبوب إضافة نوعية للمصطلحات العربية التي فرضت مكانتها في الثقافة الغربية. The name for such a weather phenomena is an Arabic word. سهى بن صاموش، العربية.